إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. انا بشوفه صعب وحزين على الكره المصريه يا كابتن ان النتائج النهارده كلها وحشه من خلال اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا، زي كمان المنتخب اللي مفروض في وقت من الاوقات هو اللي يبقى الحجر الاساسي لصعود بعض اللاعبين ليه للمنتخب الاول، ونشوف بقى جيل قادم لكاس العالم 2026 ده مفروض يعني، واللي هم هيبقوا الاساس، بالاضافه طبعا للمنتخب الاولمبي في الوقت الحالي لسه طبعا يعني هيبقى موجود في التصفيات شهر مارس القادم. رايك في اليوم النهارده يا كابتن، وبعد كده هناخد ماتش وهنبتدي طبعا بعد كده ماتش الاهلي، بس اخد رايك في ما يحدث في الكره المصريه بالاخص النهارده. دي فضيحه بكل الارقام واللغات، فضيحه على فريق نادي الزمالك. ده متوقع. ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان مدير فني يسال عن كل الكوارث اللي بتحصل في نادي الزمالك. انت واخد دوري واخد كاس السنه اللي فاتت، المفروض كنت جبت صفقات تشيلك السنه دي. انت السنه اللي فاتت ما كانش فيه اهلي، ما كانش فيه بيراميدز، ما كانش فيه فيوتشر، ما كانش فيه سموحه، فانت كانت المكنه مطلعه ماشي وكنت كسبت كده. المفروض ان انت عشان تحافظ على البطولات كنت لازم تجيب صفقات تشيلك. انت جبت صفقات هي السبب في سوء مستوى واداء لعيبه نادي الزمالك. وهو على فكره من السنه اللي فاتت وانا كنت بقول لك الكلام ده، هو مضيع هويه نادي الزمالك وشخصيه نادي الزمالك، وما بيلعبش كوره، هو اخطف واجري جيب جون وعواد يبقى نجم المباراه، الونش نجم المباراه كده، واخد بالك، انما مش هتدوم. فهو ما امنش نفسه فتره اعداد زفت، هو مغرور قوي، هو عايش في دور ان هو جاي من كوكب تاني في المدربين، وهو اصلا فاقد الزمن والمساحه والوقت والتاريخ والرؤيه والتشكيل والتغيير. يعني قول بقى من هنا زي ما بنقول. وانا قلت لما مشي، قلت انا نفسي يرجع تاني عشان يضيع افريقيا، اهو رجع والحمد لله ضيع افريقيا. يعني بيأكد على كلامي. هي حاجه تحزن، بس انا بقول لك عشان بس جماهير الزمالك ما تقعدش تقول لك البروف والبروفيسير وي وي وي. ده بالنسبه لنادي الزمالك. خش بقى على النادي الاهلي. النادي الاهلي الشوط الاولاني بلغه الكوره اتنفض كوره، اتنفض كوره. الريال مدريد ما عملتش اللي صن داونز عملته الشوط الاولاني في النادي الاهلي. بس يحسب بقى للنادي الاهلي هنا حاجه، الشوط الثاني جمهور النادي الاهلي اللي قاعد في المدرج ده هو اللي حس اللعيبه. ده رقم واحد في التعادل. رقم اتنين يجي بعدهم على طول الشناوي. الشناوي الكره اللي صدها والنتيجه 1-0 وتترد من 1-0 هتبقى 2-0 تترد 1-1، دي قلبت الموازين، واخد بالك. تالت هام بقى اللي ضيع الشوط الثاني كولر السبب في عدم فوز النادي الاهلي بالذات الشوط الثاني. بعد ما ركبت الجيم في اخر بعد هدف التعادل وبعد كده جبت الهدف الثاني، انت بتغير ليه؟ بتغير ليه؟ يعني في ناس هتقول لي لا لازم يغير. طب ماشي، انا كسبت، يبقى انا مع فرقه زي دي ملهاش مالكه وفرقه قويه جدا لازم امن نص ملعبي. انت بتنزل طاهر محمد طاهر وبتنزل كهربا انت عايز تكسب فرقه زي دي، عايز تكسبها بالشكل ده من البدايه من اول الشوط الاولاني. انما انت شايف فرقتك عملت مجهود بدني غير عادي الشوط الاولاني والشوط الثاني وركبت الجيم. انت السبب في الاخفاق اللي حصل ده في التغييرات، لان التغييرات عمل احمد عبد القادر ماشي كويس، حسين الشحات ماشي كويس، ممكن لو هغير بيرسي تاو كهربا ينزل، مفيش شريف ينزل، ما عندناش مشكله، نزل حد في نص الملعب تاني بحيث ان انت كسبان 2-1 احافظ على المكسب. ايه العنطره اللي انت فيها دي، واخد بالك. فانا بحمل نتيجه المباراه وعدم مكسب النادي الاهلي لكولر. الشوط الاولاني كله كان بتاع صن داونز، فرقه محترمه، دي بقى اللي تقول عليها برازيل افريقيا بجد. بينقلوا الكره في ال6 يارده ويطلعوا بيها جون، الاثنين مساكين الباك ليفت الباك رايت بيلعبوا في ال18 وبيطلعوا بيها برغم الضغط اللي كان عالمي من لعيبه النادي الاهلي. ولكن المهاره هنا فرقت كتير قوي 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 قوي.